السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده بشرح فيديو جديد. هنشرح في الفيديو طريقة اختراق الفون بالكامل. تقدر تخترق رسائل، مكالمات، الرسائل بتاعة الفون، ارقام الفون، كل حاجة. تعالوا بينا نشوف الفيديو. بس قبل ما نخش على الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وزي ما قال عبد الله الكنج قد عاد فاستعدوا للاستمتاع. ويلا بينا نخش على الفيديو على طول. اولا هكون سايب لكم رابط بوتين في قناة التليجرام زي ما اتعودنا. هتلاقوا كل حاجة في قناة التليجرام. تمام. اولا هكون سايب لكم بوت فازر اللي هو هنجيب منه التوكن ونعمل منه البوت. تمام. هنضغط عليه، هندخل عليه، دخلنا هنا نعمل بدء. بعدها هنيجي على اول واحدة اللي هي تهينا وبوت، نضغط عليها. تمام. هنكتب اي اسم، اي اسم انتوا عاوزينه بقى، مثلا ثانية صاحب مثلا عبد الله الكينج. تمام. زي ما انت بقى تكتب. هنقوم باعتين. تمام. هنكتب ايه اليوزر مثلا، نكتب اي حاجة مثلا. تمام. انت تكتب برضه اي حاجة، وبعدها في اخر الكلام بوت BOT. تمام. هنقوم باعتين كده ايه البوت اتعمل معانا. هنيجي شايفين اللي هو الاول ده اهو. تمام. اللي هو اول 700 ده اهو التوكن بتاعنا. هنضغط عليه هيتنسخ معانا، وهنيجي ندخل على البوت، وبعدها نعمل بدء. تمام. هنحط ايه التوكن هنا عشان بس ما ننساهوش اهو. تمام كده ايه جبنا التوكن. تعالوا يلا نروح نجيب الاي دي. احنا هنجيب الاي دي، هندخل على البوت ده برضه هكون سابقكم في قناة التالي. تمام. هنضغط عليه وهنعمل على بدء. تمام. هنيجي نضغط على التلات شرط دهول، وبعدها نضغط على اول واحدة اهي. تمام كده دوت الاي دي بتاعنا اللي هو 721 ده. هنضغط عليه هيتنسخ معانا، وهندخل هنروح على ايه البوت بتاعنا. تمام. وايه هنحطه برضه في البوت عشان ما ننساهوش. تمام كده نكون عملنا البوت. طيب هنيجي نروح هنعمل ايه تاني؟ ثانية واحدة. تمام. هنيجي هنا دوت البرنامج بتاع الضحية اللي هنبعته للضحية، هيسحب كل معلوماته. ودوت الMT مانجر اللي ايه هنعدل من عليه البرنامج. ما تفتحش البرنامج اول ما هديهولك. تمام. هنيجي ندخل على الMT مانجر. تمام. هكون برضو سايبكم في قناة التليجرام، هو ممكن تنزله بس انا هسيبكم في قناة التليجرام. تمام. هنيجي نضغط على كنسل، وبعدها نضغط على التلات شرط اللي فوق ده، على اهي اكسترا KPK. تمام. نستنى التطبيقات تحمل معانا. ثانية واحدة تحمل معانا بس. على ما تحمل اضغط لايك كده للفيديو واكتب لنا كومنت يشجعنا اننا نكمل. معلش بقى التأخير يعني. تمام. هو حمل معانا دلوقتي، فتح لنا التطبيقات. هنيجي دلوقتي التطبيق اللي هنعدل عليه. تمام. هنضغط عليه، نضغط على ده اهي اكستراك ده اهي، وبعدها هنضغط على اوكي، وبعدها على لوكت هيكون ظهر لنا كده. نضغط عليه، وبعدها نضغط على فاو او فياو يعني، وبعدها على اول واحدة ستيس. بعدها هنيجي على اول واحدة توكن API توكن، هيفتح معانا بايه الشكل ده. هنيجي هناخد التوكن ده كله نسخ تحديد الكل، وهنحط التوكن اللي احنا لسه عاملينه. تمام. اللي هو ده. تمام. هنحطه، وبعدها هنعمل ايه على العلامة ده هي سيف. كده ايه حفظنا التوكن بتاعنا. هنخرج، هنكون لازم العلامات دي تكون معمولة على صح. تمام. هنقوم ضاغطين على اوكي، نستنى يحمل معانا. تمام. هنضغط على اي مكان في الشاشة. بعدها هنيجي على تاني واحدة شات ID، هنضغط عليه برضو، وهنيجي ناخد الاي دي ده نسخ كله قصدي، وهنيجي نحط الاي دي بتاعنا برضو اللي احنا لسه عاملينه هو ده، وبعدها نعمل سيف. تمام. هنخرج، هنعمل برضو اوكي، وهنخرج تاني، ونخرج كمان مرة. تمام. هتلاقي البرنامج ايه ليه علامة خضرا كده يعني اتعدل.
فهنضغط عليه وبعدها نعمل انستل. تمام، يثبت معانا هنثبته، هنستنى بس على ما يثبت ثانية واحدة. كده بيتفحص معانا يعني. تمام، فايه هنستنى على ما يتفحص كده. ايه تمام، هنيجي نخرج خالص اهو البرنامج اهو. تمام، هنضغط عليه ثانية، هنعمل بس حذف بيانات عشان كنت فاتحه. تمام، ثانية واحدة معلش. حذف بيانات وجيت. تمام، فانت بعد ما تبعت الرقم البرنامج للضحية، اول ما يدخل عليه هيفتح معاه ايه بالواجهة دي. تمام، هتخليه يعمل متابعة. تمام، كده هو ادانا كل الاذونات ان هو ايه يدخل جهازه. تمام، كده البرنامج دخل جهاز الضحية، كده بدأت المعلومات تجيلك انت. تمام، فثانية هو يفتح برضو مع الضحية. احنا عاملينه ايه اللي هو برنامج ارقام عشان ما حدش يشك في حاجة. تمام، فكده هو هنروح على التليجرام نشوف هو سحب ايه ونيجي. دخلنا على التلي وهذا زي ما انتوا شايفين البوت اهو. تمام، بس انا هدخل على البوت بس اكيد مش هبين لكم حاجة لان ديت معلومات يعني. تمام، يعني انا حبيت اوريكم عشان ايه بس تعرفوا ان البوت شغال. فتعالوا ندخل على البوت. 26 رسالة اهو. تمام، هجيب لك البطارية ديت حاجات طبعا مش رغواش عادي. بطارية 94%، هو لما كنت سحبت كانت 94 يعني دلوقتي 93. تمام، وجايبة دي التطبيقات اللي معايا اهي. تمام، ثانية اهي كل التطبيقات. طب ما اخترق بناء اسم الجهاز، ديت معلومات الجهاز، ويجيب لك الاي دي بتاع الجهاز. تمام، واسمه ريدمي واللغة العربية كل حاجة تخص الجهاز. تمام، وديت الجيميلات بتاعتي اهي بس مش هبينها طبعا. وديت ايه الموقع بتاعي، وديت ايه سجل المكالمات. تمام، زي ما انتوا شايفين جميع سجل المكالمات. وديت رقم الهاتف ما حصلش عليه. وديت جميع الملفات اللي عندي. وديت ايه جهات الاتصال برضو اللي عندي اهي. وديت الرسايل، هيجيب لك شوية رسايل من القديمة. فممكن ان انت تسحب الواتس برضو انك تطلب كود، وبعد ما تطلب كود تخليه يدخل على البرنامج ده. اول ما يدخل على البرنامج ده هتلاقي رسالة الواتس جالك في الرسايل الجديدة. تمام، ثانية فين الرسايل الجديدة او ممكن تلاقيها يعني هنا في الرسايل دي. تمام، فتلاقي الكود في الرسايل دي، فانت تاخد الكود تروح تسحب واتس يعني حاجة سهلة. بس كده دوت كان فيديو النهاردة. وقبل يعني ما ننهي الفيديو، ديت قناة التليجرام أكيد لازم تكون فيها. تمام، والتفاعل بدأ يظبط يعني، هو ما كانش فيه تفاعل خالص بس بدأ يظبط شوية. تمام، فأتمنى إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وأكون سايب لكم التطبيقات المستخدمة والبوتات المستخدمة في أول تعليق مثبت اللي هو في قناة التليجرام. تمام، وهحاول ما انتش اتأخر عليكم يعني في تنزيل الفيديوهات. وشكرا ليكم، سلام. بس.